واش بصح مهدي بن بركه حاول انه يطيح النظام الملكي ديال الملك الراحل الحسن الثاني، وكيفاش الملك ديالنا محمد السادس استفاد وتعلم من محاولات الانقلاب اللي كانت ضد الاب ديالو الله يرحمه. مهدي بن بركه واحد من اعظم الشخصيات السياسيه اللي عرفها المغرب في منتصف القرن العشرين. تولد في الرباط عام 1920 وكان من الاوائل اللي قراو في المدرسه المولويه، وهنا فين غيتعرف على الملك محمد الخامس وولي العهد الحسن الثاني. بن بركه كان استاذ ديال حسن الثاني، منو هو باقي صغير كان معروف بالذكاء وبالجرأه ديالو، وفاش غادي يكبر وغيوصل ل 24 عام وبالضبط عام 1944 غيدخل في حزب الاستقلال وغيشارك فيه بقوه في النضال ضد الاستعمار الفرنسي. الدخول ديالو كان بسبب المكانه ديالو والقرب تاعو من الامين الحزب اللي كان في ديك الوقت علال الفاسي. ومن بعد الاستقلال في 1959 غيأسس الحزب ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، وكان كينادي بالعداله الاجتماعيه وبان السلطه خاصها تكون بيد الشعب ماشي بيد القصر. النظام الملكي على اساس يكون ديمقراطي، ممثلي الشعب ماشي شخص. كيف سمعتي المنطق اللي كان كيشوف به الملكيه هو انها خاصها تكون رمزيه وما عندهاش صلاحيات كثيره في البلاد. ثم غتجي محاوله الانقلاب 1963 اللي كانت واحد المرحله حساسه في التاريخ السياسي ديال المغرب، وجات في ظروف كان فيها التوتر كبير ما بين النظام الملكي وما بين المعارضه. في هذا العام بالضبط وجهت السلطات المغربيه اتهامات خطيره للقيادات ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، من بينهم مؤسس الحزب مهدي بن بركه، واتهمتهم بالتخطيط للانقلاب مسلح ضد الملك الحسن الثاني، وتعتقل اكثر من 5000 مشارك في الحزب، واتهمهم القضاء بالتخطيط للاطاحه بالنظام الملكي. ولكن مهدي في ذاك الوقت ما كانش في المغرب، كان منفي في فرنسا وكيشتغل على مشاريع سياسيه وافريقيه، وما كاين حتى شي دليل مادي كان كيثبت مشاركته المباشره في شي محاوله انقلابيه. بزاف ديال المؤرخين كيشوفوا ان ذاك الاتهام كان سياسي اكثر منه قضائي، الهدف منه هو يجبدوا شي اسم معين اللي يكون عليه الشكوك بانه معارض للنظام، باش من جهه المعارضه اللي بقات تخاف وتسكت، ومن جهه ثانيه يتم اضعاف حزب الاتحاد الوطني. هذه بطبيعه الحال الهضره ديال بعض الناس. من بعد هذه المرحله اضطر مهدي انه يعيش في المنافي بين الجزائر وفرنسا وسويسرا، ولكن ما وقفش النضال ديالو، وبدا كينسق مع زعماء ديال حركات تحرريه من افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه، وكان كيوجد لمؤتمر عالمي سميتو مؤتمر القارات الثلاث باش يوحد نضال الشعوب ضد الاستعمار والامبرياليه. ولكن القدر كان مخبي ليه نهايه غامضه ومؤلمه باقي لحد الان ما تلقاش ليها جواب رسمي ومقنع. نهار 29 اكتوبر 1965 يعني من بعد عامين من محاوله انقلاب 63 كان مهدي في باريس عنده موعد مع مخرج فرنسي باش يصور واحد الفيلم وثائقي، وفي الوقت اللي غيكون واقف قدام واحد القهوه سميتها ليب جاو عنده جوج ديال رجال الشرطه فرنسيين مزورين وقالوا له باش يتبعهم. تطيف ويتنداو لواحد الفيلا في جنوب باريس، في الغالب قتل يعني خطا، ومن ديك اللحظه غيختفي الاثر ديالو نهائيا. وبعض التحقيقات قالت ان العمليه كانت منظمه بدقه وشاركوا فيها عناصر من المخابرات المغربيه بالتنسيق مع مسؤولين في المخابرات الفرنسيه. فين داوه لواحد الدار نواحي مدينه باريس، ومن بعد كانوا بزاف ديال الروايات، منهم اللي كيقولوا انه مات تحت التعذيب، وكاين اللي كيقولوا انه تخنق او لا تسمم، لكن المؤكد هو ان الجثه ديالو اختفت نهائيا وما تعثرش عليها حتى ليومنا هذا. قضيه مهدي بن بركه ولات من اكبر الملفات الغامضه ماشي غير في المغرب ولكن في العالم. فرنسا خبعات المعلومات ديال كيفاش مات في الاراضي ديالها، والمغرب ما عمره قدم شي اعتراف واضح بخصوص القضيه. ومع مرور السنين تحول الاسم ديال مهدي بن بركه من مجرد سياسي معارض واحد الرمز ديال النزاهه والشجاعه الفكريه. مهدي بن بركه برز كقائد وطني منذ البدايه، وما كاينش تاكيد واضح ورسمي باللي الدوله المغربيه عندها شي علاقه بالاختفاء ديالو، ولكن اللي معروف ومؤكد انه في عهد الحسن الثاني الله يرحمه وخصوصا بعد الاستقلال كان باقي العرش العلوي ما رجع وثق مزيان السلطه ديالو في البلاد. داكشي لاز بزاف د العينين كانوا محطوطين جهه القصر، وبزاف اللي كانوا ناويين يديروا انقلابات ضد الملك، خصوصا منهم انقلاب الصخيرات في 1971 وانقلاب الطائره عام 1972 بقياده الجنرال اوفقير. هاد الانقلابات من بعد غتعطي دروس كثيره للملك محمد السادس وخلاته يفهم انه باش تحكم بلاد فيها نظام ملكي خاص تكون الثقه شبه منعدمه خصوصا في الناس اللي قرابين للسلطه. واول الامور اللي دار هو انه دار مبادره الانصاف والمصالحه عام 2004 بسبب سنوات الرصاص. ثاني حاجه بعد الجيش على السياسه وخلاه مستقل والخدمه ديالو هي الجيش والامن ديال البلاد. ثالثا الملك ما كيستخدمش الحكم ديالو عن طريق الاشخاص وانما عن طريق المؤسسات، وفهم مزيان بلي اللي خاصو يكون قوي هي المؤسسات وماشي الاشخاص، لان اي شخصيه ولات عندها قوه ونفوذ في المغرب فطبيعي غادي تولي تشكل خطر على البلاد وعلى القصر. رابعا واخيرا وليس اخيرا الملك محمد السادس كان ذكي بزاف وفهم انه باش تبقى الملكيه قويه في البلاد خاصها الشعب كيبغيها والشعب قادر يدافع عليها، وهذا الشيء علاش قرر انه يخدم على التنميه ديال المغرب، لانه الى المواطن تحسنات حياته فطبيعي غيبغي النظام الحاكم وغيوقف ضد المعاديين ليه. واخا التنميه ما لقاتش للاسف سياسيين اللي يعاونوه عليها، والا كنا غنكونوا حاليا في مراتب افضل من اللي حنا فيها. خليوا لي الاراء ديالكم، دوزوا بخير.